بمدينة بادرمورن بألمانيا شهدت جريمة بشعة بعام 2020 بحيث قام زوج بنحر زوجته ذبحها أمام أولاده. وطبعا هذا الزوج هو كان لاجئ جاي من سوريا، وهي كذلك الأمر. و... وأقدم على هذا الفعل الشنيع. كانت جريمة بشعة جدا بسبب شكوك الزوج بزوجته. تخيلوا، بس لأنه مجرد أنه شك بزوجته أقدم على قتله. طبعا شك أنه هي على علاقة مع أحد أفراد عائلته اللي هي أو هو اللي ابن عمه، ولكن وإجوا أقرباء للامرأة وقالوا له للزوج أنه هذا الكلام يعني منافي للصحة وخاطئ جدا. لم يقتنع الزوج فأقدم على فعلته، قتل مرته للأسف الشديد. طبعا خسر مرته وخسر أولاده وخسر نفسه، تيتموا الأولاد. طبعا إذا بدنا نجي بنشوف هو من يعني النشأة الاجتماعية لهذا الشخص هي من بيئة اجتماعية مغلقة. كذلك الأمر الامرأة هي لأنه من نفس المنطقة وهي منطقة ريفية تخضع لعادات وتقاليد خاصة معينة. أقدموا هدول الأشخاص على الهجرة أو اللجوء إلى بلد بتختلف بعاداته وتقاليده وقوانينه. فما تقبل هذا الشخص، ما عنده أي استعداد، ولا حاول أنه يطور نفسه أو يطور سلوكه أو يطور من عقليته لحتى يقدر يتعامل. طبعا الامرأة في موضوع لكم إياه أنه الامرأة هي اتزوجت بسن 14 سنة، كانت متزوجة. تخيلوا، يعني بعام 2020 كان عمرها 20 سنة. يعني ما عندهم الخبرة، ولا عندهم الخبرة بالعلاقة الزوجية، لا الزوج ولا الزوجة. ما عندهم خبرة التعامل مع الأولاد مع الأطفال، وانتقلوا لحياة جديدة ببساطة هي الحياة الأوروبية. الحياة القانون بيختلف مثلا بأوروبا عن البلدان العربية. المرأة لها حقوقها على عكس أو على خلاف المرأة العربية مثلا. إنه فلذلك عم بيصير في عملية صدام حضاري. ما عم يتقبل الزوج أو حتى الزوجة لما عم تروح، إذا كان في عندها مشاكل سابقة مع زوجها فعم تتجاوز الزوج، عم تتجاوز الخطوط العائلية يلي موجودة، وتترك الزوج وتروح خارج بيتها، وممكن تشوف شخص تاني ويعني وتعمل معه علاقة أو يعني تبني معه علاقة اجتماعية أو علاقة زوجية معينة أو خاصة، يعني خاصة فيها. فلذلك للأسف الشديد أغلب الجرائم يلي عم تكون من على خلفية اجتماعية. يعني إذا منشوف مثلا الشخص يلي عم بيقوم بهيدا الفعل الشنيع اللي هو القتل، يعني أكيد يعني أنت كيف يعني بيكون معبأ، عنده مرجع، يعني عنده مرجعية اجتماعية خاصة فيه لحتى تربت فيه هيدي الصفة. وحبيت أحكي هالكلمتين، وشفناكم بألف خير حبايب قلبي.